يا مساء الفل واهلا بيكم يوم جديد من يوميات مطبخ بندق. اتمنى تكونوا بخير وانتم بتشوفوني دلوقتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا بسرعه اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل جديد بنزله. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. تعالوا النهارده نعمل المهلبيه. هي دي مهلبيه، تصدقوا دي مهلبيه، بس عاملين لها شويه تريكات مخلياها ونقلاها في حته تانية خالص غير المهلبيه. مخليها نقدر نقول عليها بودنج او نقدر نقول عليها دانت، زي ما تحبوا انتوا تجربوا وتقولوا لي في التعليقات هي بودنج ولا دانت. انا عن نفسي بقول عليه دانت شوكولاته، وبقول مهلبيه اوريو، وبقول المهلبيه بتاعتنا الحلوه الشرقيه، بس كمان بشويه اضافات هتنقلها في حته تانية وتخليها كمان طعمها احلى بكتير. ونعمل واحنا شغالين تركايه هتخلي لكم كمان القوام كريمي جدا جدا غير اللي احنا متعودين عليه. زي ما انتوا شايفين كده عملنا الدانت الكراميل احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. عملنا كمان المهلبيه الساده العاديه بس زيناها بزبده اللوتس، طبعا طعمها تحفه فوق ما تتخيلوا قد ايه طعمها جميل. عملنا كمان كبات من مهلبيه الاوريو، بصوا جمالها وطعمها ملوش حل. واخر حاجه عملناها عملنا كمان الدانت الشوكولاته، طعمه حلو جدا. كفايه ان احنا عاملين الحاجات دي في البيت وضامنين نظافتها وضامنين احنا عاملينها ازاي. يلا بينا بقى نبدا الفيديو ونشوف هنعمل ايه. تعالوا نبدا في الاول ونعمل مقادير المهلبيه البيزك. معانا هنا 4 كوبايات من اللبن، هنحط عليهم 4 معالق كبار مليانين من الدقيق، وهنحط عليهم كمان معلقتين من النشا. هنا وظيفة النشا انها تربط الخليط كويس، مش هي الاساس ان احنا نعمل بيه المهلبية. المهلبية بالدقيق بتبقى طعمها اغلى وفي نفس الوقت كمان بتكون كريمي اكتر، ما بهاش طعم النشا القوي. احنا بس هنا بنحط النشا علشان القوام يربط معانا. ومعانا هنا 5 معالق من السكر، طبعا السكر حسب الذوق، لو حابين تزودوا زودوا، حابين تقللوا تقللوا، ده حسب ذوق كل واحد. وهنبدأ نقلب الخليط ده كويس جدا ويدوب بره النار. نتأكد الاول ان كل حاجة دابت قبل ما نفتح عليه النار. اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كل الخليط داب. هنبدأ بقى في الوقت ده نفتح عليه النار ومش هنشيل ايدينا ابدا من التقليب. مع التقليب بقى المستمر زي ما انتم شايفين بالشكل ده القوام اللي انا محتاجه اوصله. كده هضمن ان طعم الدقيق مش باين، وفي نفس الوقت مديه قوام كريمي جدا جدا، ولسه كمان هنزود عليها اضافات تخلي طعمها وقوامها احلى بكتير. بصوا ده كده القوام، انا كده خلاص هطفيت النار. هنزل بقى عليها دلوقتي بمعلقتين من الزبده عشان اعزز الطعم اكتر واخليها كريمي اكتر. وكمان هنزل عليها بشويه من الكريم جانتيه، معلقتين كبار من الكريم جانتيه، وشويه من الفانيليا، معلقه صغيره من الفانيليا. ده كده على البارد. انا طفيت النار وهبدا بقى ان انا اقلب كل ده على البارد، وهخلطهم كلهم بالمضرب الكهربي علشان اضمن ان القوام بقى كريمي تماما ومفيش اي تكتلات. اهو بالشكل ده كده، وهضربهم كمان بالمضرب الكهرباء او في الخلاط لو حد ما عندوش المضرب الكهرباء. اهو بالشكل ده كده، وهديهم بقى كمان شويه بالمضرب الكهرباء. هبدا بقى دلوقتي ان انا اعبي كوبايات المهلبيه بتاعتي. اول حاجه انا هعبي في كوبايات الصغيره دي عشان هقدمه ليكم باكتر من طريقه، فحبيت ان انا اعمل في كوبايات صغيره بتبقى ظريفه جدا في التقديم، وفي نفس الوقت نقدر نعمل اكتر من شكل. فدي كده اول حاجه هنعملها في الكوبايات الصغيره. زي ما انتم شايفين بصوا القوام بتاعها كريمي ازاي، القوام بتاعها حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا وطعمها تحفه. اهو بالشكل ده كده. هناخد جزء تاني من المهلبية البيزك اللي احنا عملناها وهنبدأ نكسر فيها شوية من بسكوت الاوريو. نكسرها بايدينا كده، مش محتاجين اكتر من كده اهي، ونقلبها فيها بالشكل ده كده. وهنكون بقى مجهزين احنا كوبايات برضو من نفس الكوبايات اللي انا استعملتها، كوبايات وعملت فيها طبقة مطحونة من الاوريو اكننا هنعمل تشيز كيك بالشكل ده كده. وهنبدأ بقى نعبيها بالخليط بتاع المهلبية اللي متكسر فيه قطع من الاوريو، ويبقى كده عملنا مهلبية الاوريو بالشكل ده كده اهو. بصوا اهي، هيبقى شكلها معانا بالشكل ده كده.
هناخد كمان جزء من المهلبيه البيزك اللي احنا عملناها، وهنحط عليها ربع كوبايه من الشوكولاته الخام او من الكاكاو، وهنبدا ندوبها مع المهلبيه. تمام، هي طبعا هتدوب على السخونيه بتاعه المهلبيه عشان نعمل المهلبيه بالشوكولاته او الدانيت. طب هتلاقوه احلى كمان طعمه من الدانيت اللي احنا بنشتريه بكتير جدا جدا، وقوامه كريمي جدا جدا وطعمه تحفه. هنفضل بقى نقلبها كده لحد ما الشوكولاته تدوب تماما وتبقى كلها بطعم الشوكولاته. وده شكل كده المهلبيه بتاعه الشوكولاته بعد ما الشوكولاته دابت فيها اهي، او الدانيت الشوكولاته. وهنبدا برضو نعبيه في نفس الكوبايات اللي انا وريتها لكم فيه الاول. بصوا القوام كريمي ازاي، انا عايزاكم تشوفوه قد ايه كريمي وتحفه. يعني بصراحه قوام تحفه جدا وطعمه حلو قوي قوي فوق ما تتخيلوا، احلى من الدانيت بكتير بكتير. كفايه احنا عارفين احنا عاملينه ازاي وضامنين النظافه بتاعته. تعالوا بقى دلوقتي نعمل الدانيت اللي بالكراميل او المهلبيه اللي بالكراميل. هنجيب حله على النار وهنحطها على نار هاديه، وهنحط فيها نص كوبايه من السكر. وكل اللي هنعمله بس ان احنا هنهزها كده عشان يبقى كل السكر لامس الحله. تمام، وهنسيبها تتكرمل زي ما عملنا قبل كده في كذا فيديو فيهم ازاي بنكرمل السكر. وهنسيبها لما تتكرمل ولونها يبقى لونها البني الحلو او الذهبي الجميل بتاع الكراميل. بعد ما نص كوبايه السكر تدوب بالشكل ده وتتحول لكراميل، مش عايزين نبالغ بقى في ان احنا نغمق اللون علشان طعمها ما يمررش، لان لو طعمها مرر مش هنعرف نرجعها زي الاول. فالافضل ان احنا ما نبالغش في ان هي تاخد لون. هي كفايه قوي اللون ده حلو جدا. هبدا كده في المرحله دي دلوقتي انزل بمعلقتين من الزبده. تمام، وهنسيبهم طبعا يسيحوا على الحراره بتاعه الكراميل. مش مهم انها تكون بدرجه حراره المطبخ او ساقعه، هما كده كده هيسيحوا في درجه حراره الكراميل. بعد ما تسيح كده بالشكل ده او زي ما احنا شايفين، في الوقت ده انا جهزت نفس البيزك اللي احنا عملناه في الاول من المهلبيه. كوبايتين من اللبن وعليهم معلقتين من الدقيق، معلقتين مليانين من الدقيق، ومعلقه مليانه من النشا. انا هكتب لكم كل التفاصيل بتاعه المقادير في صندوق الوصف، هقول لكم كل حاجه اخدت ايه والبيزك كان ايه وبيعمل كميه قد ايه. تمام، هنبدا نجهزه، واول ما الزبده تسيح ننزل بيه على الصوص الكراميل اللي احنا عملناه. كده الزبده ساحت، نبدا بقى ننزل بالخليط اللي احنا عملناه مع التقليب طبعا علشان هتتكتل شويه لان اللبن مش سخن. تمام، هننزل كده بالشكل ده بكل الخليط اللي احنا عملناه، وهنسيبها بقى تفك تماما وترجع تاني تفك في اللبن، وتبدا بقى بعد ما تفك تبدا تاني تتقل علشان تبقى دانت او مهلبيه بالكراميل. اهو كده زي ما انتم شايفين القوام ابتدى يتقل. باكد عليكم ان احنا هنا مش هنضيف السكر نهائي، احنا هنكتفي بالسكر اللي في الكراميل، الا اذا كنا بنحب الحاجه سكرها عالي شويه فهنبدا طبعا نحط معلقه او 2 من السكر على حسب الرغبه. ولكن هو طعمه بالكراميل كفايه جدا، مش محتاج اي سكر، طالع السكر كده مظبوط تماما. بعد ما وصل كده للقوام ده هبدا برضو اضربه بالمضرب الكهرباء علشان اضمن ان ما فيهوش اي تكتلات. بصوا القوام بتاعه حلو جدا. انا برضو هديله ضربه بالمضرب الكهرباء. بصوا بقى كده القوام بعد ما اتضرب بالمضرب الكهرباء، بصوا كريمي جدا. هبدا برضو اعبيه في الكوبايات زي ما وريتكم قبل كده. شايفين عامل ازاي؟ مفيهوش اي تكتلات، كريمي جدا وطعمه تحفه، احلى كمان من الدانت اللي احنا بنجيبه من بره. ودلوقتي كده بعد ما ابتدت المهلبيه بتاعتي تماسكت تماما في الكبس اللي احنا عاملينها، هنبدا بقى نزينها. الساده خالص اللي احنا عملناها بالفانيليا دي هنزينها بزبده اللوتس. بنجيب شويه من زبده اللوتس ونسيحهم في حمام مائي بالطريقه دي، ونبدا بقى ان احنا نحطهم على الكوبايات بتاعه المهلبيه بالشكل ده كده اهي. نوزعهم بقى كويس كده. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، اتغيرت تماما، بقت حاجة تانية خالص. في نفس الوقت طعمها بقى تحفة، هتأثر جدا على الطعم وهتخليه حلو جدا جدا. وكمان نقوم حاطين لها واحدة من بسكوت اللوتس عشان نكمل التزيين بتاعها بالشكل ده كده. ودي كده تبقى اول نوع اللي احنا عملناه باللوتس.
النوع التاني من المهلبية اللي احنا عملناها بالاوريو اهي بالشكل ده، برضو بقت متماسكة. هنبدأ برضو نديها من فوق طبقة من الشوكولاتة. انا استخدمت هنا شوكولاتة نوتيلا وسيحتها برضو على حمام مائي. ممكن لو عندكم صوص شوكولاتة ينفع نستخدمه اهو بالشكل ده كده. وهنبدأ ننزل بيه برضو على الكبات بتاعتنا اهو. بصوا الشكل كده اهو بالشكل ده كده. ونبدأ نديها نص واحدة مثلا من الاوريو عشان نميزها ان هي دي اللي بالاوريو اهي بالشكل ده كده. هنيجي بقى دلوقتي للنوع الثالث اللي احنا عملناه اللي هو الدانيت الشوكولاتة او المهلبية اللي بالشوكولاتة. هنزينها بواحدة كده من عين الجمل بالشكل ده كده. طبعا التزيين بقى ده يرجع لذوقكم، عايزاكم كده تعملوها وتبعتولي في الكومنتات صور لتطبيقاتكم على الصفحة بتاعة الفيسبوك. ممكن كمان نحط لها شوية من الشوكولاتة البيضاء اهي بالشكل ده كده. وده كده يبقى الدانيت اللي بالشوكولاتة او المهلبية الشوكولاتة اللي احنا عملناها النهاردة. اخر حاجة عملناها وكانت الدانيت بالكراميل. هنبدأ نزينه بروزيتات من مربى الحليب بالشكل ده كده اهو اهي بالشكل ده كده. هنعمل بقى كل الكمية اللي عندنا ووريها لكم اهي. بصوا بقى بالشكل ده كده مع شوية من الشوكولاتة البيضاء بقى شكلها تحفة وطعمها تحفة، مش قادرة اوصف لكم جميلة قد ايه. دي كده التشكيلة اللي احنا عملناها النهاردة من المهلبية او البودنج او نقدر نسميه دانت كمان. يعني دانت الشوكولاتة والكراميل بجد جربوه، احلى بكتير بكتير من اللي بنشتريه من بره. هستنى تجربوه وتقولوا لي في التعليقات رايكم ايه في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان هو يكون فيديو مفيد ومختلف شويه عن المهلبيه العاديه اللي احنا كنا بنعملها اللي هي البسيطه خالص كده. احنا جددنا فيها شويه وخليناها حاجه شيك نقدر نقدمها لو عندنا ضيوف او عندنا حفلة او اي حاجة. نقدر نعمل الكبات الصغيرة دي ونقدمها ظريفة جدا في وسط طبعا الحاجات التانية اللي بنكون عاملينها. هستنى كل تعليقاتكم، هستنى تطبيقاتكم على صفحة الفيسبوك، واشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.